جيب لك ميه او حاجه ساعه؟ نعم؟ جيب ميه او حاجه ساعه؟ انت اصبري بس، امسكي نفسك دقيقه واحده بس. انا بس مش عايز ميه، انا كنت عايز الدكتور احمد. مفيش حد بالاسم ده. الدكتور احمد ابراهيم. انت عايز احمد ابراهيم؟ امراض نساء واولاد. لا لا حضرتك العماره كلها من اولها لاخرها لا فيها احمد ولا محمدين، ما فيهاش دكاتره نهائي. انا متابع عنده بقالي 6 اشهر، متابع عنده باجي له كل اسبوع هنا هنا اهو، وفي الشقه دي وبرن نفس الجرس ده اهو كده اهو، برن كده. مش ده اللي بيحصل يا حبيبتي ولا لا؟ ايوه ده اللي بيحصل. عايز الدكتور حاول يا ماما بص خلاص انا همسك لا فين؟ طب راح فين بس؟ يا عم تعالى هنا، مفيش احمد هنا. يا عماد يا دكتور احمد يا بيه مفيش احمد هنا. انت دكتور احمد يا عم رن بس. يا دكتور احمد يا عم مفيش احمد يا شهيرة خش من تحت من هنا يا جدع انت. يا دكتور احمد الواحدة لما بتبقى في التاسع بتبقى على اخر. اوكي ماشي انا فاهمه، يعني انا ايدي اعمل ايه؟ هو ممكن مثلا راكبين تاكسي انا وهي، ممكن تروح ايه والدع. انا ايدي ايه دلوقتي؟ مش ده خالص، هي تعبانه خالص يعني. انا مش طالب اي حاجه. حاجه. اعمل لك ايه؟ اجيب لك ايه؟ لا طب بضحي حبيبتي، امسكي نفسك، امسكي اعصابك بس. بصي هتقول لي طب ودينا مستشفى طيب؟ لا مش مستشفى، انا جاي بس عايز الدكتور احمد ابراهيم. مفيش حد هنا. مفيش حد اسمه احمد مين ابراهيم؟ احمد ابراهيم؟ الدكتور احمد ابراهيم فين ده حضرتك؟ الدكتور احمد ابراهيم امراض نساء وولاده. ده فين؟ الشقه دي حضرتك؟ شقتي انا؟ مفيش حد اسمه احمد هي ابراهيم. دي شقه حضرتك؟ شقتي انا. امسكي نفسك كده. لا بصي امسكي ايد المدام عضيها. امسكي ايد المدام ايه؟ ده في ايه اصلا؟ انت عايز ايه؟ انا بس على الدكتور قلت لك مفيش حد هنا بالاسم ده. العنوان غلط، العنوان غلط. الارض طش حضرتك. طش خلاص يا اخويا. المدام عارفه بس مش طب يعني هنعمل ايه؟ بتاخدها مش عارفه. ايه الارض التالتة كده؟ مش فاهماك يعني. انا جيت للدكتور احمد ابراهيم. يا بنت الحطاطه، يا بنت الحطاطه 8 اشهر حامل وتقعد تعضني. سرات بتقول لك حرام عليك. مش عارفه اعمل ايه. طب حله ميه سخنه وحبل شد زي حبل الغسيل. طب اعمل ايه؟ بتقول ايه؟ انا هتتولدي. شوف مراتك يا عم. ميه سخنه يا عم. يا عم انتي مين؟ الرغيف، العيش الملدن والفلاحي، والعيش والملح اللي نفسك بناتك ياكلوهم. كل لقمة بتخبزيها بتحتاجي فيها بطاقتك، من أول كيس الدقيق اللي بتاخديه من حقك في التموين لحد تمن الكيس اللي بتجيبيه من معاشك. المستقبل الكبير اللي بتخططي له وانتي مطمنة إنك لو تعبتي أبواب الوحدة الصحية هتكون مفتوحة لك. بيعدي عليكي أوقات كتيرة بتقولي وهعمل إيه بالبطاقة؟ بطاقتك حقوقك. بطاقتك دلوقتي تقدري تعمليها من غير ما تحتاجي لمشاوير وطوابير أو مصاريف، علشان كل مصرية تاخد حقوقها، وقوافل السجل المدني هتجيلك لحد عندك.
كده انت كده. أي ست ممكن تولد ولد بنت، ولد وبنت، بنتين، ولدين، أو 3 4 5 6 طبعا حسب الظروف. لكن ست تولد قزم وكمان يطلع يجري، ده اللي مش ممكن يحصل أبدا. بس طبعا بنشوفه مع بعض في برنامجكم اديني عقلك. خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكرة واديني عقلك.